مصر مش هتسكت على الكلام ده ولا هتسمح لحميدتي انه يهدد حياتها بالشكل الخطير ده، خصوصا بعد ما قدر يوصل للاماكن الاستراتيجية دي في الايام اللي فاتت. ازاي حميدتي بيهدد المصريين؟ وهل القاهرة هتقبل بالكلام ده؟ كل ده واكتر هتعرفوا في التقرير ده من 3 دقايق. من ساعة ما بدأت المواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يوم 15 إبريل اللي فات، ومصر كانت واخدة مواقف متحفظة جدا من الأزمة ومش عاوزة تدخل في مواجهة مباشرة مع أي طرف منهم. وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع بادرت بمهاجمة القوات المصرية في قاعدة مروي الجوية اللي كانت موجودة هناك في إطار التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، لكن القاهرة فضلت إنها تتبع النهج السياسي والدبلوماسي في القضية دي علشان ما تتورطش فيها وعلشان ما تعملش أزمة بين الشعبين المصري والسوداني، ولاقتناع القيادة السياسية بأن الحل السياسي هو الأفضل للمشكلة الحالية في السودان. من هنا نفهم سبب القمة اللي استضافتها القاهرة في شهر يوليو اللي فات، واللي جمعت فيه قادة الدول الإقليمية المجاورة للسودان واللي ليها علاقة بالأزمة، وده علشان يوصلوا لحل سياسي يرضي الطرفين ويحافظ على الدولة السودانية من الانهيار ويحمي أرواح السودانيين. لكن من الواضح إن قوات الدعم السريع عندها رأي تاني ومصرة على إنها تعمل أزمة مع مصر، وده بالتهديد العسكري اللي بقت بتشكله حاليا على مصر والمصريين. الكلام ده أكدته الشواهد على الأرض في السودان، واللي تمثلت في نجاح قوات الدعم السريع في السيطرة على منطقة استراتيجية خطيرة جدا في الخرطوم اسمها منطقة جبل أولياء. المنطقة دي فيها قاعدة عسكرية ومطار حربي للجيش، وكان طيران الجيش بيشن منه غارات على قوات الدعم السريع، لكن الأهم والأخطر إنها فيها سد اسمه خزان جبل أولياء. خزان جبل أولياء ده هو سد حجري على نهر النيل الأبيض، بيبعد عن مركز الخرطوم بحوالي 44 كيلومتر، وتم تشييده سنة 1933 وانتهى من بنائه في أبريل سنة 1937. الغرض الأساسي من بناء السد ده في البداية كان حفظ حاجة مصر من المية وقت فترة الجفاف، وبعدها حماية السد العالي وقت بنائه، وبعدين تم رفع مناسيب المية وراء الخزان علشان تستخدم في ري مناطق النيل الأبيض. وبحسب المصادر المطلعة فكمية المية الموجودة في خزان السد ده حاليا بتوصل لحوالي 3 مليار متر مكعب من المية، وفي حال عدم تصريفها هتؤدي لإغراق المنطقة المحيطة بها وهتهدد بتدفق كميات ضخمة من المية ناحية مصر. مش بس كده، قوات الدعم السريع حاليا بتهدد الولايات الشرقية والشمالية في السودان برضو، وده بتنفيذ هجمات مباغتة زي اللي حصلت كده في مدينة واد مدني، وده أمر لو حصل هيؤدي لموجة نزوح كبيرة جدا من المواطنين واللي موجودين في الولايات دي ناحية مصر. يعني كده قوات حميدتي دلوقتي بتسيطر على 4 ولايات من أصل 5، وده في إقليم دارفور، وبتسيطر على أغلب أجزاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وسد جبل أولياء الاستراتيجي. فهل تفتكر إن مصر هتسمح لحميدتي بالاستمرار في تهديد أمنها بالشكل الخطير ده؟